نعمل إيه بقى في احتمالات الفراق والملل لا يحتمل، وراح الأمل خد حتة منا، بقى بُعدنا أريح لينا، بقى كرهنا باين في عينينا، تيجي نسيب؟ لأ ما تسيبش، أنا باقول لك ما تسيبش، أهم حاجة ما يزعلش مني الرجالة ويتحاملوا عليَّ يقول أنت مناصر لكلام الست أو كلام الزوجة، لا والله يعني خُد الموضوع ده أكنك بتحل فيه مشكلة لأختك، لبنتك، لجارة، خُده لله من الآخر. قبل أي حاجة كده في آية جميلة أوي بتلخّص كل الكلام اللي أنا باقوله، إيه هي الآية ديّة؟ قال تعالى: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقًا غليظًا." أنا بس هاقف عند كلمة أفضى، في ناس بتفسّرها بيقول لك إن الزوج بيفضفض مع الزوجة. أنا هاقول لكم بقى الأجمد من كده، أنتم عارفين إيه الأجمد من كده؟ الأجمد من الفضفضة إن كل واحد دخل في فضاء الآخر، دخل في خياله، دخل في وجدانه، بقى المراية اللي بيشوف بيها، مثلًا خلّي زوجتك كده مثلًا قاعدة على السطح مثلًا، أو قاعدة مثلًا في مكان معيّن، وهي سرحانة كده وأنت جاي من وراها، وهي سرحانة كده وإيه وعمّالة تتأمل، وادخل عليها كده قُل لها: "إيه، إيه يا حاجة، إيه والّا إيه يا حبيبتي." أو أي حاجة زي ما أنت بتقول لمراتك بتنادي عليها بيها يعني، قُل لها: "كنتِ سرحانة في إيه؟" هتقول لك: "لأ ما فيش." تقوم باصص على المكان اللي هي كانت سرحانة فيه، لو قاعدة مثلًا في coffee shop مثلًا والّا قاعدة على السطح بتاعها، والمكان اللي هي بتبُص عليه بيت معيّن، شقة، فيلا، مصنع، أي حاجة، تقول لها: "تتخيّلي إن أنا والله أنا بافكّر إن أنا أشتري شقة في المكان ده، أو إن أنا ربنا لمّا يوسّع عليّا هاعمل كده هاشتري المصنع ده أو هاعمل المشروع ده." عارف أنتِ بتعملي إيه؟ أنت دخلت في خيالها، هي سارحة في الحاجة أصلًا اللي أنت بتقولها لها، خلّي بالك، حاجات كده يا جماعة في الروح كده يعني اسأل مجرّب اسأل طبيب، الموضوع ده هيفرق جدًا يا جماعة، ادخل في خيال مراتك، شوف إيه اللي هي بتحبه واللي هي بتفكّر فيه وادخل في خيالها، الموضوع ده هيفرق كتير جدًا، وهيحصل بينكم المودة والسكينة والرحمة، وهيبقى الحاجة اللي أنا باتكلّم فيها هي اطمئنان الزوج لزوجته واطمئنان الزوجة لزوجها. هاقول لكم حاجة جات على خاطري دلوقتي يعني تشبيه للي أنا باقوله، أنتم عارفين حباية الرز يا جماعة؟ حباية الرز دي بتعدّي على مراحل كتير لغاية ما توصل لبُقّك وتاكلها، قبل حباية الرز ديّة ما تاكلها بيبقى عليها كده غلاف، الغلاف ده بيروح لماكينة اسمها ماكينة التبييض، تبييض الرز لو حد عارفها يعني واللي ما يعرفهاش، دي ماكينة بتحط فيها الرز شعير عشان يطلع حباية الرز من الشعير، عشان توصل لك حباية بيضا جميلة. أنت كراجل أنت خدت الحباية ديّة وهي بغلافها، فاهمني؟ خدت الحباية بغلافها وشِلت الغلاف ده وكلت الحباية، أصبحت الحباية دي بتاعتك، مسؤولة منك، اتعرت قدّامك. لو أنت سِبت الحباية ديّة تنبت وتزهر، أكيد هيكون لها نفع تجيب سنبلة وهتجيب نفع طيب وهيكون لها أثر في كبير إن هي أنبتت وأزهرت حتى لو بغيرك. كونك إن أنت خدتها وشِلت الغلاف ده عليها، فده بقى عندك ميثاق غليظ بينك وبين مراتك اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه: "وأخذنا منكم ميثاقًا غليظًا." هو ده الميثاق الغليظ اللي أي واحد من قبل ما يفكّر في الانفصال، يفكّر في كلام ربنا الأول، ويشوف الظلم الواقع على الزوجة، وبرضه أنا لا أبرئ الزوجات، ما هو برضه هُنّ سبب كبير في إن الزوج يفكّر إن هو ينفصل عن زوجته. ممكن تجيب حد يحِل، هو ليس عيبًا فيه وليس عيبًا في الأب ولا الأم اللي داخلين يحلّوا المشكلة بتاعة بنتهم أو ابنهم، لا، هم ما عندهمش خبرة أصلًا في حل المشاكل الزوجية. واوعاكم إياكم تدخّلوا حد للإصلاح بينكم، لإن صدقوني ما فيش حد ناوي للإصلاح، ولو ناوي الإصلاح بيبقى ما عندوش خبرة للإصلاح. كل أب وأم مفكّرين إن هي دي مصلحة ابني أو مصلحة بنتي، إن أنا اللي هاحل المشكلة، لا يا حبيبي، دَوّر على حكيم، دَوّر على حكيم يحل لك مشكلتك، حتى لو كان في القطب الجنوبي. ما تشوفش مثلًا واحد صاحب وجاهة اجتماعية والّا شيخ جهبذ وما عندوش خبرة في حل المشاكل الزوجية، وتروح تقول له تعالَ حل لي، هيحل لك بهواه، وإن يريد إصلاحًا يوفق الله بينهما، ليس عيبًا فيه، لا أنت اخترت غلط،
وهو خلاص بقى كل واحد ده انا رايح احل مشكله لفلان، اروح احل مشكله لفلانه، وبقى ماشي كده وانا حليت مشكله ويتباهى ان هو حل المشكله وما حلش مشكله على فكره. على فكره يعني ليه؟ لان ما عندوش خبره في حل المشاكل الزوجيه. حل المشاكل الزوجيه دي يا جماعه لها متخصصين، ليها متخصصين، انا بقول كده وخدوها مني. والمشاكل اللي بتسبب الانفصال او التفكير في الانفصال يجي مثلا زي واحده قالت لجوزها مثلا ايه انت راجل سيء. يا عم هي مش بتقول لك انت سيء في العموم انت كلك سيء، لا، هي بتقول على الموقف اللي انت فيه. فمش كل حاجه بتكون مقصوده يا جماعه. ربنا سبحانه وتعالى خلقك للقوامه. يعني مثلا مراتك لو غلطت في 10 غلطات، يا عم عدلها 7 واحسبها على 3، مفيش مشكله. هتعمل عقلك بعقل زوجتك؟ هن ناقصات عقل ودين وليس ناقصه فيك يا زوجه. لا 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 لا، ده هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي شرع كده. فانتوا لازم تعرفوا يا جماعه ده تأصيل وتشريع من رب العالمين. فاتقوا الله يا جماعه وحلوا المشاكل بتاعتكم بالراحه، وصدقوني هتلاقوا المشكله بتاعتكم موضوع ولا اصلا موضوع تافه. انا واحد من الناس مثلا دخلت قعدت مع اشياخ في دار الفتوى ان كان في مصر او خارج مصر، وسمعت، كنت قاعد مستمع، سمعت الازواج هم عمالين يتكلموا. وبعد ما اطلع قلت للزوجه مره، قلت للزوجه من الزوجات كانت جايه تشتكي من جوزها وكان في انفصال، قلت لها على فكره انت كلامك مش مظبوط. قالت لي انت مش فاهم حاجه. انتوا عارفين ليه؟ لان في فيدباك يا جماعه، في خلفيه، في واحد بقى مغرر بيها، هي واحد ضحك عليها قال لها اعمل لك واسوي لك وي وعصاها على جوزها، وتتفاجئ ان الزوجه ان هي لبست في الحيطه بعد كده. لا 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 لا. امسك عليك زوجك واتق الله على قد ما تقدر. انا مش احسن حاجه، احنا كنا بننصح بعض، ومش معنى اني عندي المعلومه ان انا احبسها او ان انا ما اقولهاش. لا، انا هقولها وبقول بقلبي، والله شاهد عليا ان انا نيتي سليمه وان نيتي خالصه لوجه الله، وابتغي في هذا الكلام رضا ربنا سبحانه وتعالى. انا عندي معلومات كتيره عن الموضوع ديت بسابق تجربه بسابق خبره. واخيرا وليس اخيرا، لو واحد عنده مشكله او حد عاوز يطرح حاجه سؤال، لان خلي بالكم يا جماعه هي المشكله دي مشكله عامه ومشكله كلنا بنعانيها، كل الناس بتعاني منها. يكتب في التعليقات او يذكر الاسباب، وان شاء الله الناس على الصفحه اهل فضل واهل علم، وان شاء الله ممكن يحل المشكله بدل ما نقعد نصرصر على الفاضي. الجروبات اللي معموله لخراب البيوت وليس لاعمار البيوت. اتقوا الله يا جماعه، والله العظيم. رغم ان في مميزات كتيره جدا في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، زمن السوشيال ميديا وزمن الذكاء الاصطناعي، رغم ان في مساوئ اكتر، وهي المساوئ هي اللي طفح على الوش. اسال الله عز وجل ان يملا بيوتنا راحه وموده ومحبه، انه ولي ذلك والقادر عليه. تحياتي انا وحياتي.